طيب يا جدعان، اخر 24 ساعه الحكومه قبضت على كل تقريبا اللي كانوا فاتحين لايف في التيك توك. قبضوا على علياء، قبضوا على شاكر، قبضوا على مداهم، على ممكة، على مساجده، على سوزي الاردنيه، قبضوا يعتبر على كل الناس. فالشعب المصري يسكت؟ طبعا لا. الشعب المصري مجهز ميمز لكل حاجه، يعني حرفيا الموضوع حاصل بقاله يومين بالظبط او يوم كمان. التيك توك مقلوب ميمز عليهم، فاحنا النهارده جايين نتفرج عليهم. برضه يا جدعان اللي مش فاهم تعالوا على طول نراجع الحادثه اللي حصلت. راح من يومين او من 3 ايام كده ظهرت واحده بتقول ان هي بنت الرئيس حسني مبارك، تمام، وطلعت قالت ان هي بتاعت الفسيخ دي، ومساجده ووفاء عامر الممثله، دول كلهم بيتاجروا في الاعضاء وباعوا كليه ابراهيم شيكا وكلام كده يعني. وفي الاخر الحكومه قبضت على اللي هي بتدعي ان هي بنت الرئيس دي. الحكومه قبضت عليها واعترفت، او مش عارف هي اعترفت ولا لا الصراحه، يعني الكلام ده مش مؤكد، بس هو اتقبض عليها. وقالت ان هي كانت بتعمل كده علشان المشاهدات. بعد كده بيوم بالظبط مكة راحت علشان في لقاء تلفزيوني علشان يتكلموا يعني عن الموضوع ده، لان الموضوع عامل ضجه كبيره زي ما انتم عارفين. ف وهي بتسالها انت تعرفي واحده اسمها سلمى الرحال؟ قالت لها لا ما اعرفهاش. بعدها بشويه بتقول لها سلمى ايه رايك في سلمى الرحال؟ قالت لها دي حبيبتي، دي صاحبتي، دي بتعمل عمل خيري. المذيع جاي قال لها منين انت بتقولي ما اعرفهاش؟ ومنين هي صاحبتك؟ ام مكه بقى لبست لهم الوش الخشب وتنتها تشتمهم وجريت وراهم وبوظت الدنيا هناك. الحكومه جت وخدتها، ومساجده برضو راحت معاها اتقبض عليها، مش عارف ام مكه اعترفت عليها ولا ايه. وبيقولوا وفاء عامر منعوها من السفر، بس الكلام ده مش اكيد، وفاء عامر ده مش اكيد، لكن ام مكه ومساجده دول اتقبض عليهم، وزاره الداخليه نفسها هي اللي منزله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده راحوا قبضوا على مداهم، ومش قبضوا عليه بس، هم قبضوا عليه لقوا معاه ممنوعات، دولارات وذهب وساعات غاليه بالملايين، حاجات كتير كده. قفشوه في القليوبيه. وبعدها بفتره، بعدها بكام ساعه بالظبط يعني، شاكر طلع فضل يضحك على المداهم. فيها رجاله ايه الدنيا؟ ايوه ده اتحبس وفضل يضحك ومشغل ايه؟ اغنيه الباشا التلميذ، علشان كان طلع ترند ان مداهم زي الباشا التلميذ كده، هو لسه في الشرطه ايوه، بس متخفي يعني علشان يوقع كل بتوع اللايفات، مع ان الموضوع ما يستاهلش. هم اصلا مفضوحين على النت اصلا، مش محتاج حد ان هو يدس وسطيهم ولا اي حاجه. ف شاكر بقى زاد في الموضوع، وفضل بقى ينزل فيديوهات على اغنيه الباشا التلميذ، ان هو ايه، ان انا فعلا بقى ايوه صح زي ما انتم مفكرين، فاهمين؟ بعدها بكام ساعه بالظبط الحكومه قبضت على شاكر برضه، وقفشوا معاه سلاح مش مرخص، و قفشوا معاه مخدرات بكميه كبيره جدا، واعترف وقال ان دي للتعاطي. مش عارفين هي للتعاطي ولا لا، بس اكيد كان هيبيعها يعني، ما دام الكميه دي كلها يبقى هو كان هيبيعها. قبضوا عليه في كافيه، تمام. فتعالوا نشوف الميمز اللي عندنا النهارده. برضه يا جدعان من الحاجات اللي ضحكتني قوي 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 ان جوز ام مكه راح علشان يدافع عن مراته في الاسم، ويقول ان هي ما عملتش حاجه. خدوا بطاقته جايين يتحروا عنه، لقوا عليه قواضي، حبسوه هو كمان. يعني الموضوع كده من اوله لاخره الموضوع موتني من الضحك. تحيه للداخليه المصريه، اقسم بالله يا جدعان بينضفوا البلد حرفيا. خلينا نخش في الفيديو. حال المشاهير كلهم في السجن مداهم وشاكر. مولي بعد ما سوزي حبسته تحت اوضه. عارفين يا جدعان، ما شفتوا الفيديو حتى بيقولوا ان سوزي غلبانه ولا ايه؟ البركه في وزاره داخليه ورجال وزاره داخليه. بركه في وزاره والله يا داخليه جدعان نضفوا ورجال البلد. وزاره داخليه. عقبال الباقي في واحد كده ورجال شعره وزاره طويل كده داخليه. انتوا عارفينه. بركه في وزاره داخليه قبضوا على عبعاطي يا جدعان. البركه في وزاره قبضوا داخليه على عبعاطي برضه، ورجال اللي وزاره هو بتاع داخليه. برنامج بركه مع في وزاره احترامي او حاجه زي كده. عروسة اتفرج بعد ما لقى التيك توك كله اتقبض عليه. النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها والوان ام مكة ومساجدة وام جاسر وعلياء وشاكر محظور دلوقتي. وعرفت ان الحكومة السنة دي بريميوم بتاعها في ارض التيك توك.
انتوا جننتوني خلاص. تيك توك تم القبض على علياء، تم القبض على مدام، تم القبض على سوزي، تم القبض على وفاء عامر. كده ناقص مين في الحبس؟ وطيرتوا دماغي عارفين يا جماعه والله الناس كلها خافت. وانت كمان بتعملي ايه يا خالد؟ الحاجات اللي بتموتني ضحك. الحكومه المصريه بشكل يا جدعان من ساعه ما عملوا اكونت على النت الصراحه الناس ارتاحت جدا. يعني برضو حادثه اللي هو بتاع التيك توك دي حرفيا الناس ارتاحت جدا. يعني دلوقتي اي حد مضايقك ولا اي حد مضايقك على طول بالتليفون تصوريه راح في 60,000 داهيه، هيجي يبوس رجليك علشان تمسحي الفيديو. اللي بعده اللي بعده اللي بعده معايا مين يا فندم؟ اللي بعده معايا مين؟ نفس عميق. القبض على 6 من مشاهير السوشيال ميديا من امبارح لحد النهارده هم سوزي الأردنية لنشر فيديوهات فيها ألفاظ خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، وداهم بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وده بيان وزارة الداخلية بالقبض عليه والمضبوطات اللي لقاها في بيته، وعلياء قمر علياء قمر الدين مش عارف ازاي حبسوها. وامبارح تم القبض على ممركة بنفس التهمة ومساجدة معاها بنفس التهمة. النهارده النيابة جددت. انت رايح فين؟ قسما بالله يا جماعه مروح طالع البيت، بس استغليت ال5 دقايق دول لان بصراحه في ناس من اصدقائي وناس قريبه مني لما شافوا الاخبار والحاجات دي قعدوا يقولوا الحق يا شاكر مش عارف ايه. اوعى يا جماعه اوعى تصدقوا الكلام ده والهجس بتاع العيال اللي بتتكلم دي. لا 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 فوق ياض انت هو يا فوق يا ولقيناك محبوس سكت. والله يا لا. جدعان الناس مالهاش اي 30 لازمه في الحياه. يا محترمه يا بنت الاصول، شكرا على ايس كريم. طيب محمد فرج بعد حبس التيك توك. استاذ امانه يا جماعه ما تفوتوش فرض الصلاه، بتكلم بجد والله والله العظيم فرض الصلاه دوت. شكرا على ايس كريم استاذ علي يا لا وعلى محترم. الاحترام. كرام مشاكل هو بيضحك لما شاف مدام وسوزي دخلوا معاه الحبس. هو محبوس. انت بتعمل ايه؟ يلا بنت قدامي. انتوا ازاي تتهجموا على الناس في بيوت الدعاء؟ يا عم انت عارف انت بتكلم مين؟ هيكون مين يعني؟ يا باشا انا تحت امرك يا باشا. قاعد بالمنظر ده بالحته المعفنه دي هيكون مين يا باشا؟ الحته بريميوم وزاره الداخليه احسن من بريميوم ريال مدريد. صاحبك اللي بيعمل تيك توك قاعد شاب. لا بس بقى من قصة القبض على التيك توكرز. بعد القبض على سوزي الأردنية، شاكر، مداهم، أم ساجدة وأم مكة، ده غير التيك توكر علياء قمر اللي برضو تم القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ده غير القبض على محمد عبد العاطي بنفس التهمة. كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن منصة التيك توك قدامها مهلة 65 يوم لتوثيق أوضاعها القانونية داخل مصر، مشيرا إلى أن 75% من الحسابات المثيرة للجدل اختفت بالفعل الفترة الأخيرة من بعد الحملة دي ما بدأت. وكشف مصدر أمني أكد فيه أن الأجهزة المختصة لن تتهاون مع أي تيك توكر أو بلوجر في محاولات استغلال المنصات التواصل الاجتماعي للإضرار بالقيم المجتمعية. وأشار أن تليفونات كل التيك توكرز اللي اتقبض عليهم بيتم فحصهم دلوقتي. والله يا عم يضحك وهم يبكي يعني. بالله مسح كل حاجه. على المشاهير حمله التطهير بتاع التيك توك دي كلها راح جاي ايه قفل مسح حسابه. الحساب بتاعه خالص ومسح كل حاجه عليه. ما بتعملش انا عايز اقول لك يا حاجة والله والله انت اطيب او اغلب من حد اصلا يتصل. والله يا عم يضحك وهم. مشكورك. هي تقفل انت كمان ولا ايه؟ ان احنا هنغلق التيك توك بالناشد بغلق التيك توك. طب دلوقتي لو اتقفل اكل عيش هيروح كده وانت بعمل تحديد على البدايه كده. ما كده اكل عيش هيروح مش كلهم يا جدعان وعشان ما انت عندك وانا اهو اكل عيش هيجي لو اتقفل. شاكر محبوس دلوقتي. خبر يهمك او ما يهمكش، المهم ان هو ما يفوتكش. تم القبض على شاكر محظور وخدوه من قلب الكافيه اللي كان سهران فيه امبارح. الناس اللي طالعه تتكلم عليا بجد بجد طلعت؟ بجد زودتوني فولورز كتير موت، عشان انا كنت مستنيه ان انتوا تشهروني يا جدعان. اقسم بالله بموت فيكم موت. الناس اللي بتحب تدي النصيحه على الملأ ويعملوا نفسهم ان هم قال الله وقال الرسول وهم اللي ماشيين على الصراط المستقيم وهم الله اكبر، بينزلوا يصلوا الفجر في ميعاده في المسجد. الناس اللي عايشه دور الغلابه والاصول والمبدأ وهم ورا الكاميرا حاجه تانية. انا مستحيل اذكر اسم حد لان انا ما بصير. حد فاهم في تجارة الأعضاء.
تم القبض على سوزي الأردنية بسبب بلاغات بأنها تنشر محتوى غير لائق. ده اللي شاكر يا جدعان الصراحة كان واخد مقلب جامد قوي، بدأ بقى ينزل فيديوهات ايه على صوت الباشا تلميذ ومشاهد منه بحيث ايه ايوه انا الباشا تلميذ، يعني بيثبت للناس يعني فاهم اللي هو ايوه صح انتوا صح، ايوه انا اللي قفشتهم كلهم، انا كنت ظابط بس اترفدت. في الاخر اتقبض عليه الصراحة كسفة وحشة جدا، مش عارف اما انت ولا ظابط ولا نيلة طلع تعمل كده ليه؟ عليها قدام الظابط علشان تخرج. الجماعة بتوع اللايفات اللي اتحبسوا القضاء هيديهم 3 أحكام وهم يختاروا واحد كرام بيرحب بمداهم داخل السجن البارح. صلى على النبي. انا امبارح كنت نايم يعني صحيت لقيت موبايلي رن 95 مره، تمام، لان موبايلها كان مقفول وكان عامله خساره وكده. طارق كان الساعه كام؟ الساعه 3 العصر. الو مش عارف في ايه، سمعت ايه الخبر؟ تمام، سمعت الخبر اللي هو ده اللي هو ازاي؟ انا كانت جنبي وكانت فاهم معايا والكلام ده كله، قريبه مني. رحت فضلت قاعد معاها من الساعه 5 لحد الساعه 3 الفجر. تخيلوا بقى واحد قاعد مع واحده من الساعه 5 لحد الساعه 3 الفجر، تخيلوا كده بيقول لها ايه؟ يعني تخيل كده واحد محكوم عليه بسنتين 300,000 جنيه و100,000 جنيه، محكوم عليها سنتين، كلام الدنيا والاخره مش جاي معاها. واحده مصدومه تعبانه، ما كانش في غير انا وبنت واحده اللي هي صاحبتها واللي هو ماسك لها الشغل بتاعها فقط لا غير. مفيش حد تاني خالص، مفيش حد فكر رفع سماعه التليفون، مفيش حد عمل جدع رفع سماعه التليفون، الكلام ده لاي حد. ولما كنت فاتح الفجر قلت لكم مفيش حد وقف جنبيها، محدش فكر يساعدها. احنا اللي رايحين جايين رايحين، وكلمنا كام كده راجل جدع معروفين وقالوا لكم اسمهم بس مش دلوقتي، كلموا الناس دول وقفوا جنبينا وكلموا ناس ورحنا نقعد مع ناس ولسه. حبس ممرضة المساجدة 4 أيام على سنة التيك توك بعد حبس التيك توك كله يطلع ايه؟ كنتش بتسأل اصلا مشاهير التيك توك لا بتتحبس 4 ما خليكش تقوم تصلي الفجر وبكره الجمعة. اديني سبب واحد. سيادة القاضي اللايفات دلوقتي قدام المحكمة، قول 3 أحكام وأنا أختار منهم بعد إذنك. إزاي يعني أنا على طول بلعبها كده يا سيادة القاضي؟ قول 3 أحكام وأنا أختار منهم واحد. يا سيادة القاضي يا سيادة. صحيت على خبر حبس سوزي وعلياء وشاكر ومجهز ومساجدة. تحيا مصر. تحيا مصر والله يا جدعان. ده بجد بقى انا عارف ان هم عملوا اعلان ازاي. الو وماليش في الطيران ولا في العوجان ولا شغل يا حلوه شوف ايه انا واحد عام فشل في حوار التيك توك كده كان زمانه محبوس. الحمد لله كل اللي قلت كفايه خلاص بس انتم ودماغكم انا ممكن ارجع. احمد وهبه وعمر المحبه بعد حبس شاكر ومدام ومساجدة. سووا الصفوف. ما انا قلت نسوي الصفوف يبقى نسوي الصفوف. عنا الطارة يا زنزانة روح لايف في السجن. كلبشوا كلبشوا عنا الطارة يا زنزانة روح كلبشوا احكام سلخ اول حكم تيجي لحد الزلزال 3 مرات رايح جاي. روح يا كتيبة روحوا هتعيشوا حلاوة علوم. ايوه الحكم من كام؟ من 3 سنين اللي طلع لا مش لا ده احكام سلخ. شكر هو داخل الاسم بعد ما اتقبض عليه. قال له everybody شكر يا جماعه ما طلعش الباشا تلميذ يا جدعان، طلع حازم على كسفه الدنيا. بصوا يا جدعان لقوا معاه ايس كريم، لقوا معاه مخدرات، سلاح غير مرخص.
بعد ما تم القبض على التيك توكر. جدعان في مشكلة عندي جدا يا جدعان، لكل الناس اللي بتتابعني يا ريت يعني تحلوها لي. شفت البنت ابعتوا لي يا جدعان فيديوهات، هتلاقوا اللينك اللي تبعتوا لي فيه الفيديوهات. شفت البنت اللي قطعت عشان بغني 100,000 ساعة اخش على فيديو اخرج على فيديو لحد الاقي حاجات بتضحك. شحاتين التيك توك اللي ما يتسجنوا. دول هم دول الكفار يا دول؟ ولا ما تستهبلش يالا عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خير شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا رب طب والنبي دول صور لي جنبهم يا دول يا حبايبي. طيب يا جدعان نتكلم جد شويه بقى. اللي حصل ده وارد انه يحصل لاي حد، انا اي كائن حي، بس دام انت ماشي كويس خلاص مش هتخاف من حاجه حرفيا. انت لو ما بتعملش حاجه او ما فيش حاجه تدينك او ما فيش حاجه مخوفاك مش هتخاف، او محدش هيجي جنبك. انت دلوقتي راجل محترم اهو، اعتبر ان ده راجل محترم رايح البيت راجع للشغل، رايح الشغل راجع للبيت، رايح الشغل راجع للبيت، ولا بيأذي حد ولا حد بيأذيه، حد هيجي يقول عليه لا. لكن كل اللي حصل ده هم غلطوا، تمام؟ سواء كل اللي اتعرض عليهم غلطوا، سواء عملوا مثلا طلعوا مره شتموا حد مثلا في لايفات، او مثلا اتقبض عليهم بحاجات ممنوعات او كده، فكل ده وارد. وتحيه لوزاره الداخليه ورجال وزاره الداخليه. طبعا برضو يعني موضوع تجاره الاعضاء ده اللي ظهر ده برضو ده كلام ما يخشش العقل. هو ممكن يكون موجود فعلا بس مش واقعي. يعني انت مثلا مش مصري مش هتمشي في الشارع تلاقي واحد كليته كبيره ممكن نقسمها على 2، ولا مثلا واحد يجي يجيب لك مثلا قائمه الاسعار بيع لنا كليتك وهتاخد 2 مليون مثلا، ايه بيع فص من الكبد وهناخد كليه هديه او اي كلام ده كله. يعني مستحيل تلاقي مصري زيك جارك قريبك صاحبك، مستحيل يحصل حاجه زي كده. اللي بيحصل كده بيبقى هم موافقين ان هم يبيعوا كليتهم، يا اما هم بيبقوا مخطوفين او مثلا عندهم حاجه فبيضحك عليهم. بس كده ده كان فيديو النهارده، كان فيديو خفيف ما رضيناش نطول قوي، الفيديو نص ساعه ما رضيناش نطول ماشي. بس كده متنسوش اللايك والمتابعه وسلام.